ازيكم؟ النهارده على صفحة الدايت السليم مع دكتور كريم عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا. الحاجة دي لو فعلا قدرنا ان احنا نفهمها ونقتنع بيها ونتعامل على اساسها مع نفسنا هتفرق معانا فرق كبير جدا في رحلتنا للوزن المثالي. المفهوم اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده هو اننا لازم نحب نفسنا ونحترم جسمنا علشان خاطر نقدر نوصل لهدفنا في الوزن المثالي، الرشاقه، الشكل الجميل، كل حاجه احنا عايزينها. طيب حد هيجي يسالني ازاي احب نفسي بالمنظر اللي انا فيه ده؟ والتساؤل بتاعك ده انت معاك حق فيه. انا شخصيا زمان لما كنت اوفر ويت او وزني كان زايد كان عندي نفس المشكله دي. كنت اسمع دايما في الاعلام وفي الكتب لازم تحب نفسك، لازم تحب جسمك عشان خاطر تقدر ان انت تعمل فيه او تقدر توصله اللي انت عايزه. فازاي احب نفسي؟ لما وانا ببص في المرايه بشوف منظر مش عاجبني، بشوف كرش، بشوف ترهلات، بشوف حاجات مش حاجات جميله خالص. ازاي احبها؟ طبعا الحمد لله بعد فتره لما الواحد قدر يفهم ويدرس ازاي المفهوم نقدر نطبقه في حياتنا، لقيت ان في حاجه مهمه جدا. انك تحب نفسك مش معناها انك تتقبل الوضع الحالي وترضى بيه وتسيبه على ما هو عليه. لا، تحب نفسك او تحب جسمك معناها ان انت تحترم طبيعه جسمك. جسمك بيتعامل بطريقه معينه، كل جسم مميز عن التاني، جسمك مميز عن كل الاجسام التانيه، بيتعامل بطريقه معينه وليه رد فعل معين على كل اكل انت بتاكله، على كل رياضه او مجهود بدني انت بتعمله. وبالتالي لازم تحترم القواعد اللي جسمك يمشي عليها، لان انت لو ما احترمتش القواعد دي هيبدا تلاقي نتائج عكسيه مش هتعرف توصل للي انت عايزه. لو حبينا نوضح المفهوم ده بقصه صغيره، تخيلي معايا يا بنت ان باباكي ومامتك او حد جاب لك هديه فستان احمر وانت مش بتحبي اللون الاحمر، ولما تيجي تقولي لهم بس انا مش بحب اللون الاحمر وانتوا عارفين حاجه زي كده، هيقولوا لك لا بس جارتك اللي ساكنه جنبك بتحب اللون الاحمر عشان كده احنا جبنا لك لون احمر. لو انت ولد اعتبر برضه نفس القصه، حد جايب لك هديه مثلا موبايل معين او ساعه معينه وانت مش بتحب الساعات، خد الساعه دي هديه بس انا مش بحب الساعات بس جارك بيحبها. ده بالظبط اللي بنعمله مع نفسنا. بنقعد نبص لناس بره، نقعد نبص للناس اللي حوالينا اللي ممكن بتاكل كتير جدا وما بتتخنش، نقعد نقول يا ريتنا كنا زيهم. بنقعد نبص للمودلز موجودين على اغلفه المجلات، يا رب نكون زيهم او ليه ما كناش زيهم، وانت مش عارف هم بيتعاملوا ازاي مع جسمهم. بتقعد تدور على طرق غريبه وطرق سهله وطرق مختصره عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها. انت كده بتقارن نفسك بناس تانية وبتقارن نفسك بطرق تانية، وده مش هيؤدي بيك لاي حاجه خالص انت عايزها. عشان فعلا تقدر ان انت توصل للي انت عايزه لازم تتقبل حقيقه جسمك. انا جسمي بيزيد بسرعه دهون، طيب ايه المشكله؟ خلاص دي الحقيقه بتاعته، انا بحترم الطبيعه بتاعته لاني مش هعرف اغيرها. انت ممكن تغير طريقه اكلك لكن مش هينفع تغير تركيب جسمك او طبيعه جسمك. دي طبيعه جسم لازم افهمها، لازم اتقبلها، لازم احترمها واتعامل على اساسها. والله انا عايز ازيد بس جسمي ما بيقبلش الزياده، جسمي بيحرق بسرعه، معدل الحرق عندي عالي جدا، حابه اتعامل معاه بطريقه معينه. على العكس انا معدل الحرق عندي بطيء، وزني زايد، بدخل لما بشم ريحه الاكل زي ما بيقولوا. يبقى لازم تتعامل على هذا الاساس. ما ينفعش ابدا ان انت تبص لصاحبك او تبص لصاحبتك اللي هي بتاكل كتير انا عايز ابقى زيها. مش هينفع تبقى زيها. انت ممكن تقعد تحلمي او ممكن تقعد تحلم وتقول انا نفسي ابقى زي فلان او زي علان، لكن في النهايه مش هيحصل. ليه؟ لان طبيعه جسمك واحده. لكن انت ممكن توصل لشكل فلان او شكل علان اللي انت عايزه ده عن طريق ان انت لو فهمت جسمك وطبقت على هذا الاساس. لو انت جسمك بيزيد بسرعه جدا من النشويات الكتير مثلا، هتبدا انت تلم النشويات في اوقات معينه وبكميات معينه. على العكس لو انت مثلا جسمك ما بيزيدش فهتضطر ان انت تزود اكل معين في اوقات معينه عشان خاطر توصل لنتيجه معينه. كل واحد بيقدر يفهم جسمه لما يتعلم اساسياته الاول ولما يبدا يطبق
ويجرب ويشوف جسمه ايه رد فعله، لان كل واحد فينا مختلف عن التاني. يبقى قبل ما تبص في المرايه وتقول انا بكره جسمي، لا، افهم جسمك الاول بيشتغل ازاي، افهم طبيعه جسمك ايه هو، افهم رد فعله ايه للاكل وكل حاجه حواليك. وبالتالي لو اتعاملت مع جسمك باحترام وبطلت تقارنه بناس تانية بره، زي ما انت مش هتحب لما حد يقارنك بحد تاني من اصحابك او من اخواتك او من جيرانك، لما مش هتحب ان حد يجيب لك حاجه على ذوق حد تاني، ما تجيبش لنفسك، ما تجيبش لجسمك، ما تمشوش على طريقه على ذوق حد تاني او على تركيبه حد تاني. ده الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. وعايزكم تعملوا حاجه واحده دلوقتي، ما تقولش بعد كده انا مش بحب جسمي، لا، انا بحب جسمي وبحترم جسمي وبسعى ان انا افهم جسمي بيشتغل ازاي، علشان خاطر هو ده اللي هيوصلني للهدف اللي انا عايزه. شكرا لكم جدا، سعدت بلقائكم.